السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دلوقتي بعمل التفريزات اللي وعدتكم ان انا هنزلها. اول حاجة بعملها كفتة الرز سهلة جدا يا جماعة، بس هي محتاجة ضبط للمقادير. تمام. فانا بستخدم ميزان، طبعا انا مش عندي ميزان عادي، انا وانا بجيب الحاجة هطلب من الراجل المقادير اللي انا عايزاها. يعني مثلا انا عامله ربع لحمه، فانا هطلب منه بالظبط ربع لحمه. خلاص. ليه؟ لان المفروض انه اللحمه مثلا 250 جرام، ف دقيق الرز هيبقى 220 جرام. خلاص. طيب المهم انا حطيت هنا 250 جرام من اللحمه، اللي هو ربع كيلو يعني. خلاص. وهحط عليه حوالي، الاول انا صفرت الميزان، وبعدين هحط عليه بقى 220 جرام من دقيق الرز. دقيق الرز متوفر بسهولة جدا عند اي عطار، واسهل، وهيوفر عليكي مجهود من ان انتي تجيبي الرز وتغسليه وتنشفيه وتطحنيه. ده اسهل بكتير ومش غالي، رخيص جدا. خلاص. طيب اهو بصوا، انا حطيت عليه تقريبا 228. تمام، لان اللحمه كانت 252 تقريبا او 253. خلاص. بس كده مش هحتاج الميزان في حاجة تاني. هبدأ بقى احط عليه ما يعادل بصلاية متوسطة، اللي هو انا خارطة البصل، فانا هحط معلقتين 3 كده كبار من البصل. خلاص. هي بيتحط لها بصل وبيتحط لها توم كمان، فانا حطيت لها بصل وهحط لها برضو توم مفروم. لو هحط توم صحيح عادي مش مشكلة، هحط 3 فصوص كبار من التوم. طب انا بحط توم اللي هو المفروم، فانا هحط معلقة ونص من التوم المفروم. ماشي. طيب، وبعدين هبدأ بقى احط عليها الخضرة. ايه الخضرة اللي بتحط عليها؟ كزبرة، شبت، بقدونس. دول لازم احطهم. وكل ما اكتر كل ما هتديني لون اخضر اكتر. خلاص. بغسلهم بحطهم بعرقهم، مفيش اي مشاكل خالص. طيب، وبحط عليها ملح اللي زي ما انتي تحبيه، بس خلي بالك الملح اللي انتي هتحطيه اما تيجي تعمليها بقى في الصلصة هتظبطي الملح بتاع الصلصة. وبحط عليها كمون وكزبرة وبهارات لحمة بس، وشطة لو حابة. يبقى بحط عليها ملح، كمون، وكزبرة، وشطة بس، وبهارات لحمة. ما عنديش بهارات لحمة عادي مش مشكلة. خلاص. وبحط عليها كمان قرن فلفل، ممكن تحطيه حراق ممكن تحطيه كوبي، انا بحب احطه حراق، بيديها طعم حرش كده، مش اللي هو بتبقى حراقه ما تقلقوش. وبتضربوها كتير جدا 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 في الكبة، قد ما تقدروا اضربوا فيها. خلاص. وكل شويه افتحوا الكبه ونزلوا الجوانب واضربوا تاني. ماشي. في الوقت ده انا كان ممكن اشيلها، خلاص هي ممكن تتشال كده زي ما هي مفيش مشاكل، بس انا هصبعها عشان تبقى اسهل عليا. هي ممكن تتشال عجينه، ممكن تتشال متصبعه، وممكن اصلا احمرها واشيلها متحمره بحيث انها تطلع على الصلصه على طول. يعني انتي شوفي ايه يريحك. خلاص. انا هوريكم بس القوام بتاعها بيبقى عامل ازاي. ما شاء الله كانت متماسكه وجميله جدا. وهوريكم برضو في الفيديو كمان شويه لما عملتها تاني يوم. انا عملتها تاني يوم على طول لان هما كان نفسهم فيها قوي، فهوريكم انها لا فكت مني وهي بتتحمر ولا فكت مني في الصلصه. خلاص. طيب بنصبعها ازاي؟ هي بتلزق في الايد، يعني انتي العجينه مش بايظه ولا حاجه، هي لازم تلزق في الايد. ولذلك واحنا بنصبعها بيكون حاطين معلقه زيت كده، و يعني ندهن ايدينا بزيت ونصبع. بتبقى سهله جدا وما فيهاش حاجه. بصوا ما شاء الله كانك شارياها بالظبط من بره، وعامليها بربع كيلو لحمه فعلا، وهتعمل معاكي اكله جميله جدا وهتحبوها جدا. ممكن تتعمل بلحمه زي ما احنا عملناها كده، لحمه حمراء عادي، وممكن تتعمل بلحمه جملي. بس عايزه اقول لكم معلومه، انها لو اتعملت بلحمه جملي مفروض ان احنا بعد ما ناكلها نتوضى. يعني دي سنه عن الرسول ان احنا لما ناكل لحمه جملي نتوضى. المهم بقى هعمل حواوشي كمان. جبت حوالي نص كيلو لحمه، انا كان معايا كيلو خدت منه ربع الكفته اللي هي بتاعه الرز، والنص كيلو لحمه هعمله حواوشي. خلاص. الحواوشي
بحط له بصل، حطي بصل كتير قد ما تقدري. حطي فلفل كوبي، لازم فلفل كوبي. لو بتحبيه بقى حراق حطوا فلفل اخضر. هنحط خضار، بقدونس، الخضرة اللي بحطها بقدونس. وبحب احط طماطمايه، بس الطماطمايه بحاول قد ما اقدر ان انا اشيل منها البذر بتاعها. خلاص. وبحط له بهارات حواشي، بهارات حواشي بتاعت ويلز حلوه جدا، ما بتغيرش طعمه يعني. وبظبط بقى انا ملح وفلفل اسمر، بس كده خلاص. بضربهم بقى في الكبه. برضو الحواشي بنضربه شويه زياده عشان كل حاجه تتخلط. وبيتشال زي ما هو كده. في ناس بتحب تشيله في العيش، بس احنا بنعمله في عجين اصلا، يعني احنا الاسكندرانيه بنعمله في عجين. فانا بطلعه قبلها بيوم، ببقى عارفه ان انا هعمل حواوشي وبنزل اعمله في الفرن. تمام. انتي بقى ممكن انتي تشيليه في عيش عادي، اللي هو العيش اللي بالردة، وتحطيه متشال في العيش في الفريزر برضو عادي، مفيش مشاكل، وهيوفر عليكي مجهود. خلاص. انا بقى شيلته زي ما هو كده، لان انا عارفه ان انا هطلعه واطلع بيه على الفرن. بنفرده في عجين يعني، وهو بيسويه لي في الفرن. خلاص. يعني حتى العجين مش انا اللي بعمله. ماشي. يبقى احنا كده طلعنا الكفته وطلعنا الحواوشي. طيب فاضل ربع كيلو لحمه. هنعمل بيه ايه؟ هنعمل بيه كفته برضو، بس كفته عادي، يعني كفته لحمه عاديه. خلاص. طب وده هيديني هيديني. قبل اي حاجه انا بلى رغيف عيش فينو وحطاه على جنب. خلاص. جبت بقى رغيف العيش الفينو ده وصفيته جامد، وحطيت حوالي 3 بصلات صغيرين زي ما انتوا شفتوا كده، او حطوا بصلتين متوسطين. تمام. طب انا ليه ما خدتش البصل التاني؟ لان هو فيه ميه كتير، فمش هعرف استفاد منه هنا في الكفته. طلع بقى توم باودر، بصل باودر، طلع ملح، طلع فلفل اسمر. حطيت لها كان عندي بهارات كفته، عندك مش عندك خلاص عادي مش مشكله. حطيت لها معلقه بابريكا مدخنه، بحب طعمها في الحاجات اللي هتتشوي، بتزود طعم الشوايه، اللي هي البابريكا المدخنه. البابريكا التانية حلوه جدا برضو، يعني شوفي اللي انتي حباه حطيه. انا بحب الاتنين، بس البابريكا المدخنه بستخدمها في الحاجات اللي انا هشويها يعني. تمام. وهضربهم مع الباقي من اللحمه، بس مش هضرب جامد المره دي. انا ضربت الحواوشي جامد، ضربت كفته الرز جامد، لكن الكفته دي مش هضربها جامد. انا هنا بصبعها وبوريها لكم، هي ما شاء الله قد ايه متماسكه. نسيت اقول لكم حاجه، انا حطيت عليها بس ما تصورش للاسف، حطيت عليها معلقه بيكنج باودر صغيره، معلقه صغيره خالص. خلاص. بحيث انها تخليها هشه بس من جوه. تمام. كده انا خلصت كيلو اللحمه بتاعي، طلعت منه 3 وصفات تحفه. تعالوا بقى نشوفوا كيلو البانيه بتاعي. انا مقطعاه وغسلاه ومظبطاه وكل حاجه تمام التمام. اول حاجه هعمل بانيه عادي، بتبله، احط له ميه بصل، لبن، معلقتين لبن كده، ملح وفلفل اسمر. ما بحبش احط التوابل كتير في البانيه. اما بيطلع بقى بحط له ليمون، وبحط له بيضه في التتبيله دي نفسها. اما بيطلع بقى بيفك كده، بحط له الليمون والبيض. بعد كده بحطه في دقيق على فيجيتار، وده بيوفر عليا كتير في المواعين. والخلطه عملتها في نفس الكيس اللي انا هشيله فيها. خلاص. النهارده نسيت اجيب الاطباق. هل هقف؟ يعني انا دلوقتي عندي عزيمه مثلا ان انا هقف اعمل التفريزات، بس نسيت اجيب اطباق التفريزات. مش هقعد بقى اقول طب خلاص لما اجيب الاطباق يعني لما يبقى عندي عزيمه تاني امتى؟ وبعدين الحاجه دي مينفعش تشيل كتير في التلاجة. فاتصرفت، عملت بكيس التلاجة يعني، متجيش قالك اتصرف. المهم شلت عدد قطع بانيه على قدنا. تمام. في التتبيله ديت. وزي ما قلت لكم لما تطلع احطها بقى انا في الدقيق والبقسماط براحتي. خلاص. طيب بقيه البانيه بقى هاخد برضو عدد من قطع البانيه دي وهشويه. طيب بهارات الشوي هتبقى عباره عن ايه؟ حط صويا. انا كان عندي خلاص اخر حبه صويا بيخلص. لو عندك دبس رمان هيبقى حلو قوي، بس انا ما كانش عندي، فانا قلت يوم ما هعمله هبقى اجيب دبس رمان عادي. خلاص. وحطيت توم باودر بقى، بصل باودر، بصل صحيح، مش زي البانيه. يعني البانيه احنا كنا بنحط ميه بصل، لا احنا هنا هنحط بصل. تمام.
توم برضو، التوم بيبقى حلو جدا في شوي الفراخ، معلقه صغيره بس. لو مفروم يعني، لو مش مفروم يبقى فص توم صغير. خلاص. بحب احط للفراخ المشويه ريحان جدا، الريحان المجفف فيها بيديها طعم وريحه كده حلوه قوي. وطبعا قلنا اي حاجه مشويه يبقى انا بحط لها بابريكا مدخنه، انا ناويه اشوي الفراخ دي فهحط لها بابريكا مدخنه. تمام. وزي ما قلنا ملح، فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر. يبقى ملح وفلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، وريحان وبابريكا مدخنه. خلاص. ما عنديش ريحان مش مشكله، احط لها معلقه صغيره من اللبن عشان بس تطري الفراخ. وبحطها بقى في التتبيله دي، التتبيله دي بتكون لونها محمر شويه. ممكن تحط لها على فكره عصير طماطم، يعني طماطم معصوره، بتبقى حلوه قوي برضو. بس انا هعمل كده لما اجي اطلعها تتشوي ان شاء الله باذن الله. ماشي. وبحط بقى فيها الفراخ اللي انا، عدد قطع الفراخ اللي انا عايزه اشويها دي. كده بقيت اكله تانية. يبقى انا عندي من كيلو البانيه لحد دلوقتي مطلعه منه كام اكله؟ اكلتين. مطلعه بانيه ومطلعه كمان اللي هي الفراخ اللي هتتشوي بانيه برضو. اتبقى بقى حوالي مثلا اقل من نص كيلو بشويه بانيه. هعمل فيهم ايه؟ هاخد منهم حبه اعملهم شاورما. احنا هنا عندنا بنحب الشاورما جدا، بنحب الشاورما سواء فته، بنحب الشاورما نعملها كصلصه مكرونه، بنحب الشاورما مع زي ما قلت لكم صلصه مكرونه، بنحبها كمان في عيش كايزر، بنحبها في عيش سوري. فالشاورما دي عندنا يعني حاجه حلوه لازم تبقى موجوده دايما في الفريزر. خلاص. انا بقى المفروض الشاورما ان انا هعملها بزبادي، ودي افضل طريقه الزبادي. بس انا ما عنديش زبادي، اعمل ايه؟ الجيش قالك اتصرف. حطيت لبن وحطيت عليه حبه خل، هتلاقي ان اللبن كده ايه، راب معاكي شويه. تمام. بس خلاص كده بقى عندي نفس التأثير بتاع الزبادي على الفراخ. حطيت معلقه طحينه، توم باودر، بصل باودر، بابريكا مدخنه برضو تبقى حلوه جدا في الشاورما. لو عندك جنزبيل مطحون هيبقى حلو. لو عندك حبهان مطحون حلو برضو، قرنفل مطحون حلو. كل دي بهارات تنفع مع الشاورما. خلاص. انا هنا عندي توم باودر، بصل باودر، ملح وفلفل اسمر وسماق. برضو السماق بيبقى حلو جدا مع الشاورما بجد، وبينقلها في حتة تانية يعني. خلاص. والبابريكا المدخنة. طيب انا ما بقطعش كل الخضار بتاع الشاورما واشيله، انا بقطع بس البصل والفلفل الاخضر، لانه الفلفل الالوان بيكون فيه فيتامين سي وانا عايزه استفاد منه. ولما بيتحط في الفريزر ويطلع الفيتامين سي ده بيتكسر وبيقل، عشان كده انا مش بحطه في التلاجة. لما باجي اطلع الشاورما بحطه. خلاص. وبحط بقى قطع الفراخ اللي انا مقطعاها تقطيعه الشاورما. وده كده اكله شاورما هتتعمل في يوم. يعني هي الاكله ما شاء الله انتوا هتشوفوا دلوقتي هي كبيره، ولسه كمان لما احط عليها بقيه الخضار بتاعي. ممكن بقى تحطي عليها جزر مبشور، الاولاد مش هيحسوا بيها وهياكلوها وهتبقى جميله، والعكس كمان هيديها تسكيره حلوه. عيالك مش بياكلوا الكوسه، هتحطي فيها كوسه مبشوره مش هياخدوا بالهم. صدقيني والله ما هياخدوا بالهم ان فيها كوسه خالص لو انتي ما قلتيش. خلاص. المهم هي دلوقتي جاهزه خلاص، فانا هاخدها بقى واشيلها. يبقى انا كده طلعت كام اكله من كيلو البانيه؟ 3 اكلات. افتكروهم مع بعض. عملنا بانيه عادي خالص، عملنا بانيه مشوي او فراخ مشويه، وكمان عملنا شاورما. بصوا انا صورت لكم كفته الرز تاني يوم، بصوا ما شاء الله عامله ازاي. انا بحب الكفته دايبه في الصلصه، فانا سبتها في الصلصه كتير جدا. بصوا ما شاء الله عامله ازاي، ماسكه نفسها، ما فكتش، مفيش اي حاجه خالص. تعالوا بقى نشوفوا احنا عملنا ايه. عملنا الكفته، عملنا الشاورما، عملنا بقيه الفراخ اللي اتبقت من كيلو البانيه مفروم، علشان انا هعمل بيها آم آم بشاميل يعني. ودي كفتة الرز اهي، شايفين عملت ازاي ما شاء الله، ماسكه نفسها. وعملنا حواوشي كمان. وانا بقى بوريكم الحاجات اللي بقت في الاكل دي، الكبد والكلاوي، وده البانيه، وده البانيه المشوي. هنطلعه نشويه جنب حبه مكرونه بيبقى حلو جدا. دي الفرخه اللي احنا جبناها مع بعض، الفرخه الشامورت اللي انا ناويه احشيها ان شاء الله باذن الله.
وكمان اللحمه اللي قلتلكوا ان بناكلها على يومين او بقسمها لطبختين، المهم ان هي ما شاء الله كانت كتير يعني. وكمان الكبد والقوانص، بعمل رز بالكبد والقوانص في يوم، بتبقى حلوه جدا. وهي دي بقى التفريزات بتاعتي اللي ان شاء الله تنجزني. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب ودعوة حلوة من قلبي ان ربنا يقومني بالسلامة. مع السلامة.